السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا من جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نتكلموا شوية على الألف مشترك أو 1000 مشاركة اللي توصلت بها. كنشكركم كاملين وشكرا لكم على الثقة ديالكم فيا وعلى المساندة ديالكم معايا، وشكرا كثير لنور قلبي الإيمان على المساندة ديالو ليا ومنكم وبكم اللي وصلت لهذا المستوى هذا. كنوعدكم باللي شحال ما زدتوا معايا وشحال ما شجعتوا القناه ديالي غادي نكون معكم دائما في الجديد. وبسم الله على بركه الله. هنايا عندي 250 مليلتر ديال الكريمه غادي نصوبوا بها الطورطه اللي شفتوا معايا يعني في في الفيديو ديال 1000 مشترك. 250 مليلتر ديال الكريمه، 30% ديال الدهون. غادي نطلعها مزيان. من بعد ما طلعت لك خيم على هذا الشكل هذا غادي نوضعها في الثلاجه وغادي ندوزو للمقادير ديال الطورطه او البسكويت ديال الطورطه. عندي 3 ديال البيضات، واحد الفانيلا، 15 غرام ديال الخماره، وعندي 250 غرام ديال السكر و250 غرام ديال الفرينه، وعندي هنا الكولوغ الاحمر اللي غادي نعمل شويه ابيض يعني من العجين شويه احمر. غادي نوضع البيض والفانيلا وشويه د الملحه، وغادي نوضع داك 250 غرام ديال السكر وغادي نطلعها حتى يضاعف الحجم ديالها، وغادي نوضع الخميره على الفرينه ونخلطها. من بعد ما تضاعف ليا الحجم ديال البيض غادي نبدي نحط الفرينه مع الخميره شويه بشويه. هنايا من بعد ما وضعت الفرينه ضربت يعني يعني ما ديتش الضراب ديالي لاعلى سرعه، يعني غير في النصف. وجبت الكريمه ديالي بالثلاجه وغادي نبدي ندخلها شويه بشويه بهذا الشكل هذا، غير بلاتي باش ما تهبطش ليا. هنا عندي جوج ديال القوالب القطر ديالهم 19 سنتيمتر. غادي نحط النصف يعني عادي ابيض، والنصف الثاني غادي نوضع فيه الكولوغ الاحمر حتى حصلت عليه لهذا الشكل هذا، وبلا ما نهبطو غير بلاتي. وحتى هو غادي ندير له بنفس الشكل، وغادي نسخن الفران ديالي درجه الحراره 180 وندخلو حتى يطيب. الكيك ديالي والبسكويت ديال التورته من بعد ما طاب حصلت عليه على هذا الشكل هذا. المهم اننا ما نخرجوش من الفرن حتى نتاكدوا بلي طاب. الا شفناه طاب لينا وما يعني خدا اللون الاحمر وما طابش من الداخل، نحطو عليه واحد الالومنيوم ونخليوه يكمل الطياب ديالو بلاتي عليه. هنا البسكويت ديالي من بعد ما بات ليله كامله، ممكن توجدوه في النهار ديالو. انا وضعت واحد الخط يعني على الدوره ديال التورته من بعد ما حيدت لها الوجه ديالها، وغادي نجيب واحد الخيط ونعمل بحال الا كان نعقد العقده، وغادي نحصل على واحد التقطيع يعني نقي ومزيان. وندوزو للمونتاج. هنايا عندي نوازات، يعني من بعد ما درت الكراميل حتى ولا كراميل السكر وضعت عليه النوازات، ومن بعد ما برد طحنته شويه. غادي نبدي ندهن البسكويت ديالي بالسيرو. اي واحد كيعرف يوجد السيرو غادي ندهنو مزيان بالسيرو، ما غاديش يعني نبخل عليه بالسيرو. وغادي نحط عليه شويه ديال داك النوازات مع الكراميل كيف ما شفتوا. وانا كنوضع الكريمه وكنوضع نوازات وكنوضع البسكوي نسقيه، وغادي نغطي الوجه ديال الطبقات ديالي بهذا الشكل هذا. انا نسيت ما حيدتش الجوانب، غادي نعاود من بعد ما حيدتهم غادي نعاود نغطيها وندخلها للثلاجه حتى تبرد مزيان. نقادها مليح. من بعد ما قديت الطورته ديالي وضعتها في الثلاجه تبرد، هنا عندي واحد العمود الخاص بالاسنان غادي نوضع به الزخرفه اللي بغيت انا. كل واحد يوضع داكشي اللي بغى. انا غادي ندير لها واحد الشكل يعني بسيط، ونتمنى يعجبكم، ونتمنى بكم تكملوا الفيديوهات فاش تكونوا تفرجوا تكملوا يعني التفرج او الفرجه ما تقطعوهاش في النصف.
وعندي هذا الشكل هذا. كيف ما قلت لكم كل واحد يدير داك الشكل اللي بغى. العمده هي على داك البسكوي الناجح اللي عملنا من الداخل والذوق. وعندي هذا اللي الشكل ديالو بحال الابره تقريبا، غادي نعمل به هاد الاشرطه. وغادي نعاود واحد المره اخرى على هذوك التزيين الاول، وغادي نحط نقاط بهذا الشكل هذا من تحت الاشرطه الرقيقه. وهنا غادي نعمل شي وريضات، وغير من نفس هذاك اللي درت منه الوريضات غادي نشكل الدوره ديال الكيكه او التورته. هذا اللي كنعملوا به الورق او الورق، يعني اللي غادي نعملوه من بعد اخضر. غادي نشكل به يعني الوريقات ديال الشجر بهذا الشكل هذا على الدوره ديال التورته. هنا عندي الكريمه لا شونتي بودر اللي طربتها مع الحليب. كيف ما شفتوا درت لها الكولورو البنفسجي وشويه ديال الاورانج اللي عملته على جنب الجيب. وهنا وضعت الاصفر. وعندي هاد الماتريال الخاصه يعني بالورود. غادي نوضع شويه ابيض باش تجيلي الورده ديالي يعني عاليه. غادي نعمل 6 ديال القنوت او الجهات. غادي نمشي ب3 ونولي نعكس الخدمه ديالي عاوتاني ب3. نوضع الاصفر في الوسط، وغادي نجيب هذا الخاص بالورود هذا وغادي نحيدها وغادي نوضعها على وجه التورته. وغادي نعاود بنفس الشكل. اسمحوا لي هنايا ما بانش مزيان. وغادي ندور عليها بالبوش الابيض الخاص بالوريضات. كيف ما كتلاحظوا معايا. هنا غادي نعملوا وريضات بشكل تاني. جات على هذا الشكل هذا، وغادي نوضعها بالجنب الاخر يعني على وجه التورته. هنا سمحوا لي نسيت ما درت لهاش الدوره البيضاء. وغادي نجيب داك الخاص بالوريقات اللي درنا به الابيض، وغادي نبدي نعمل يعني اوراق يعني ديال الشجر باللون الاخضر بهذا الشكل هذا. غادي نوضع حتى فوق هذوك الورقات البيضاء. وغادي نجيب هاد الحلوه يعني الخاصه بالتزيين ديال التورتات او الصابلي. غادي نعمل بحال هذا الشكل هذا، نبقى نعملها على الجوانب
وهاد الحجيرات هادو غادي نبدا نحطهم على هادوك النقط اللي عملت في التورته. التورته ديالنا كيف ما شفتوا بدات توصل للشكل ديالها النهائي. هنا عندي الكاكاو المر اللي وضعت منه واحد المعلقه ديال الماء وخلطته مزيان. غادي نبدي نحط فيه هذاك العمود الخاص بالاسنان وغادي نبدي نقط في هذاك الدوره البيضاء. التورته ديالي من بعد ما وجدت حصلت عليها على هذا الشكل هذا، جات رائعه ونتمنى تعجبكم وتنال رضاكم. وإلا عجبتكم ما تنساونيش بالكومنتيرات ديالكم الزوينه. واللي اول مره يشاهد القناه ديالي ابوني ويضغط الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي وبارطاجي مع الاصدقاء ديالو. وشكرا لكم كثير على المسانده ديالكم ليا والثقه ديالكم وانا دائما معكم في الجديد ان شاء الله. ونتمنى تفرجوا الحلقه من الاول ديالها حتى للتالي. والسلام عليكم ورحمه الله.